السلام عليكم. غادي نكملوا مع سورة البقرة من الآية 17 حتى الآية 24. ها هو القرآن. قال ربي هنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هنا ربي عطى جوج ديال الأمثلة. واحد المثل ديال العافية، واحد المثل ديال الماء. هذا المثل ديال العافيه هو هذا بحال داير، قال لك بحال دوك المثل ديال هاد الناس، هاد المنافقين هادو داير بحال دوك اللي شعلوا العافيه وغير شعلوها صافي طفى، بقات هي ديك الحراره ديالها. الله بحال تيحيد داك الضو ديالها. هما شعلوها على اساس بغاو ان الضو ديالها يضوي عليهم باش هما يقدروا يتحركوا. الضو مشى، بقى غير الظلام وبقات غير الحراره ديالها. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم زعما ما تيسمعوش، ما تيسمع يعني ما تيقتنعوش كاع، ما تيتقبلوش. تسمع الحاجه ولكن ما كتقبلهاش. هذا هو الصم، كيسمع والو. بكمون هما دوك اللي سميتو ما زعما ما يهضروش به، ما يهضروش بالحق. وسميتو وعميون يعني ما يشوفوش الحق، يعني ما كاينش داك التقبل مثلا والو. وهما ما كاينش كيفاش فهم لا يرجعون، معناتها ما كاينش كيفاش يرجعوا من هذا الضلال اللي هما فيه. او كصيب، هو ذاك المثل الاخر ديال الماء. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. او كصيب بزاف ديال الشتاء، بحال المثل الاخر بحال قلتي بحال نازله الشتاء كثيره من شي ضبابه. داكشي الضبابه كحله مظلمه وعامره غير بالرعد والبرق. وداكشي مجهد لدرجه انهم هما مخلوعين بيموتوا من الخلع. يعني تقريبا بحال قلتي داكشي مجهد لدرجه انه بغى تيحسوا براسهم ضعاف، تيحسوا براسهم بيموتوا من الخلع. هذوك الناس اللي نازل عليهم هذاك الشيء. والله راه داير بهم، الله عارف اش كاين. تما تتحس براسك راه ضعيف، راه ما قد على حتى حاجه. يكاد البرق يخطف ابصارهم. البرق ما بقى ليه والو يطير لهم عينيهم من كيشعل. كلما اضاء لهم مشوا فيه. ومع ذلك فاش كيضوي، هذيك هي الطريقه الوحيده باش هما تيقدر يبان لهم شي حاجه حداهم، باش يقدروا يتمشاو واحد شويه. عاتي طفى صافي مشى البرق، صافي تتبان لهم غير الظلام، ما تيقدروش يتحركوا. واذا اظلم عليهم قاموا، زعما وقفوا والو، ما كاينش فين تحرك، كاين غير الظلام. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. بغى الله كون دا لهم السمع ديالهم والابصار ديالهم. راه الله على كل شيء قادر على كل شيء. دابا منين الله هضر لنا على الكفار، هضر على المؤمنين، هضر على المنافقين. في هذه الايه الاخرى جمع كل شيء. هو يهضر على، قال يا ايها الناس، تيهضر دابا على كل شيء. يا ايها الناس عبد الله، عبد ربكم الذي خلقكم والذي خلق من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا ايها الناس، عبد الله اللي هو الرب ديالكم، راه هو اللي خلقكم وهو اللي خلق الناس اللي قبل منكم. على ربي اتقوا الله. الذي جعل لكم الارض فراشا، هو اللي فرش لكم الارض، هو اللي بسطها باش تخدموا فيها، تجريوا فيها، تعيشوا فيها، تعبدوا الله فيها. وبنى السماء من فوق منا. وانزل من السماء ماء، وخرج من السماء، نزل منها الماء علينا. فاخرج به بهذاك الماء باش نبتوا الثمرات على النوع، باش حنا رزقا لكم، باش حنا نسترزقوا من هذوك الثمرات. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ما ديروش مع الله الشركه، وانتم عارفين. شتي دابا كيفاش راه شقيتوها الى درتو هذه القضيه. وان كنتم الى كاع كنتو في ريب مما نزلنا على عبدنا، كاع نتوما كنتو في شك، يعني كتشكوا في هادشي اللي نزلنا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا وجيبوا فاتوا بصوره من مثله. يلا جيبوا صوره واحده كاع الا كديت، واخا تكون اصغر صوره، مثلا صوره الكوثر. وادعوا شهداءكم من، عيطوا على دوك الفنانه فيكم اللي تيفهموا في اللغه العربيه، زعما واش غادي تقدروا تجيبوا ولو غير صوره واحده. ان كنتم صادقين، الا كنتو زعما نتوما كتقولوا راه عندكم الصح. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا
ما قديتش هادشي نتوما اصلا ما قادينش. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. والطاقه هذيك العافيه ديال جهنم اللي اصلا هي عافيه شاعله هي بنادم بهذوك الكفار وبالحجر. كاين الحجر من دوك الاوثان اللي كانوا تيعبدوا، وكاين حجر اخر هذيك هي باش شعل هذيك العافيه. يا ربي السلام. وعدت للكافرين. يلا اللهم يسر.